السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة هنعمل البسبوسة سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها كلها في البيت، ومن انجح الطرق اللي انا عملت بيها، وعمري ما هغير الطريقة دي خالص. هنا هنقول المقادير وبعد كده ندخل على التحضير. معانا نص كيلو سميد بسبوسة اللي هو السميد الناعم، ومعانا معلقة عسل ابيض، ومعانا كوباية الا ربع سمنة ناقص معلقة كبيرة، وكوباية سكر اللي هي 200 جرام، ومعانا كوباية الا ربع لبن زائد معلقة كبيرة. نجيب حلة ونحط فيها المقادير كلها، اللبن على السكر على السمنة على معلقة العسل. طب لو انا ما عنديش معلقة العسل دي يا ام عمر، عندك عسل جلوكوز حطي، ما عندكيش حطي معلقة عسل اللي هو الشربات التقيل. ما عنديش ده ولا ده مفيش اي مشكلة، استغني عنهم خالص. اهو نفضيهم كلهم على بعضهم كده. والله دي من انجح الطرق اللي هتعملي بيها البسبوسة، انا عمري ما هغير الطريقة دي في حياتي خالص. ناخدهم بقى على البوتاجاز، ما نسخنهمش، يا دوبك يبقوا دافيين. وطي النار بتاع البوتاجاز تحتيها كده وقلبي لغايه ما السكر يدوب معاكي. لو سخنت منك سيبيها اما تهدى، يا دوبك تبقى دافيه بس. اهو يا دوبك تبقى دافيه. وفضي عليها بقى سميد البسبوسه. انا ما بحبش الاكياس، لان الاكياس هما بيبقى ضايفين عليها حاجات تانية احنا ما نعرفهاش، فانا بحب اعمل البسبوسه السايبه، بتبقى مضمونه 100%. حطيت باكو فانيليا عليها، ونزلت بقى بالمواد السايله كلها كده على نص كيلو البسبوسه السايبه اهي. ومعانا صينيه مدهونه سمنه. اول ما حضرت المكونات معايا رحت مشغله فرن البوتاجاز على درجه حراره 200، ونسيبها نص ساعه. قعدت معايا نص ساعه في الفرن اهو. اول ما تلاقي الحروف بتاعتها احمرت كده ولقيت الوش لسه ما احمرش، شغلي الشوايه تاخد لون قط في الفرن من تحت، وشغلي الشوايه من فوق، وعينك عليها ما تسيبهاش تاخد لون ذهبي معاكي، وبعد كده اطفي عليها وطلعيها على طول. هنا اهو قلبتها، وما تقلبيش فيها كتير، كتر التقليب فيها بيخليها تنشف تطلع ناشفه معاكي. فهنا هي بعد ما قلبتها يا دوبك اتاكدت ان البسبوسه اتغلف كله في المواد السائله، نزلتها فردتها كده في الصينيه. سهله ومضمونه معاكي 100% من غير بيكنج باودر، واحسن من بتاع المحلات. يا رب بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم وتستفادوا منها حاجة. خبطتها كده خبطتين 3 على الرخامة، واجي اقطعها كده في الاول. ليه بتقطعيها كده؟ علشان لما تطلع من الفرن نزلي عليها الشربات يدخل في الفراغات دي كلها، تشربها على طول. قطعيها التقطيع اللي انت عايزاه. هنا كنت مولعه الفرن يسخن، لازم الفرن يكون سخن، لازم اي حاجه هتدخليها الفرن لازم الفرن يكون سخن قبلها بحوالي 5 دقايق 7 دقايق عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه. لو دخلتيها الفرن بارد هتلاقي الفرن مص السوائل اللي جوه البسبوسه كلها. يا رب كل حاجه تكون واضحه قدامكم، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. عندك ميزان اعمليها بيها، ما عندكيش ميزان اعملي بمج الشاي العادي وهتطلع زي الفل معاكي. هنا دخلتها الفرن، قبل ما تطلع من الفرن بحوالي 10 دقايق عملت الشربات، لان لازم الشربات بتاع البسبوسه السايبه يكون سخن معايا. بنفس الكوبايه اللي عاير بيها الميه عاير بيها السكر. معايا كوبايه ونص ميه بالميزان 300 جرام، ومعايا كوبايه ونص سكر 300 جرام برضو. المية قد السكر، حاجة سهلة وبسيطة اهي. ونحط عليهم نص عصرة ليمونة. هحوش البذر ده دلوقتي، وهديهم تقليبة كده يا دوبك اتأكد ان السكر بس داب معايا اهو. عصير الليمون من الاول كده مش هيفرق خالص ان انت تعصريه من الاول او انت تعصريه بعد ما يغلي، لان احنا مش عايزينها تغلي كتير. لو غلت منك كتير هتلاقيها سكرها زيادة ومش هتقدري تاكليها، هتلاقيها كده بتسوخ روح الواحد اللي ياكل حتة منها، اقل حتة تلاقيه مش قادر يقرب عليها تاني، هتلاقيها تقيلة.
هنا اول ما غلت معايا رحت طافيه عليها النار على طول وحطيت لها باكون فانيليا. وسلام بقى لو عملتها بالسمنه الفلاحي، السمنه البلدي. وهنا لو عندك معلقه سمنه بلدي حطيها في الشربات قبل ما تنزليها على البسبوسه. هنا البسبوسه طالعه سخنه مولعه اهي والشربات سخن. طب لو انا عملت الشربات وكان برد قبل البسبوسه ما تطلع، ولعي عليه وتاكدوا ان هو هيغلي معاكي، روحي اطفي عليه على طول وانزلي بيه على الشربات على البسبوسه. هنا اهي اول ما نزلت تعرفي من نجاح البسبوسه معاكي انك اول ما تنزلي الشربات عليها تعرفي انها شربت الشربات معاكي على طول. هنا اهي والله انا ما قطعت الفيديو خالص، انا سبتها اول ما نزلت الشربات شربته كله على طول. هنا غطيتها وسبتها بقى لما تهدى خالص. يا دوبك هنا كانت بقى هديت شويه، ما كانتش لسه بردت خالص، كانت لسه دافيه، بس استعجلت عليها وقطعتها اهو. معلش كنت انا اللي بصور فمش متحكمه في الحاجه وانا بقطعها. علامات التقطيع اللي انا قطعتها في الاول موجوده بس مش طالعه، مش ظاهره قوي في الكاميرا، علشان يعني ايه هي لمت على بعضها شويه اهو. هي هنا لسه طريه، بس والله هتسيبيها كمان ساعه تبرد خالص هتطلع القطعه بقطعتها معاكي، كل قطعه لوحديها كده، ولا مفروله ولا ناشفه ولا اي حاجه، هنا طريه وزي العسل اهي. بس انتي ما تستعجليش عليها وتقطعيها وهي دافيه، سيبيها لما تبرد خالص. والله من انجح البسبوسه، من انجح الطرق اللي انا عملت بيها البسبوسه. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ومع السلامه.